ارسنال وبي اس جي، مين اللي هيحسم التأهل؟ ارسنال عندها نقطة قوة الا وهي الضربات الثابتة، ونقطة ضعفها برضو الضربات الثابتة. هو سلاح ذو حدين عند الارسنال ومش عارف ازاي. حلو جدا. بالنسبة لباريس، هل باريس عندها نقطة قوة في الكور الثابتة فتستغل نقطة الضعف اللي عند ارسنال الا وهي الكور الثابتة؟ اقول لك لا، باريس ضعيفة جدا في الكور الثابتة. ارسنال قوية جدا دفاعيا وقوية جدا هجوميا، ولكن هجوميا ما عندهاش راس حرب. النقطة ديت مؤثرة جدا على اداء الهجوم. طيب نرجع لباريس. باريس مش عندها القوة الدفاعية اللي موجودة عند ارسنال. بالنسبة للقوة الهجومية فعندك باريس سان جيرمان هجومها اقوى بكتير، مش بكتير قوي يعني، هجومها اقوى من ارسنال. ابطلت نقطة يا باشا. ارسنال خسرانة على ارضها 1-0 وهتلعب العودة في ارض باريس. المجمل الحزم صعب ان انت باريس اللي تتأهل ولا ارسنال اللي تتأهل، ولكن بما اني مشجع لباريس سان جيرمان فانا اتمنى يكون لباريس سان جيرمان التأهل، واعتقد ان باريس سان جيرمان هو اللي هيحسم التأهل. ده كان توقعي. اهم حاجه توقعاتكم. لو شايف ان باريس هي اللي تتاهل يكتب باريس، لو شايف ارسنال هي تتاهل يكتب ارسنال، وما تنساش الفولو واللايك.